تخيل معايا انك تفيق في الصباح على دقات ديال الباب اللي مجهدين، وغادي يكونوا دوك الناس هما البوليس واللي كيامروك انك تحل لهم الباب، ومع انت ما داير والو بكل ثقه غادي تنوض وتمشي تحل الباب وتشوف شنو باغيين منك. وفي الاخير غادي تكتشف ان دوك الناس اللي كانوا كيدقوا عليك لا علاقه لهم بالبوليس، وان هذيك الحله ديال الباب اللي حليتي غادي تدفعك ثمن غالي. سلام، معكم أسامة ومرحبا بكم في هذه القصة هذه. وداكشي اللي ذكرنا في البداية ديال الفيديو فقط نبذة اللي صغيرة على القصة اللي غادي تسمعوا في هذا النهار هذا، واللي ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون واحد القصة اللي زوينة بزاف اكثر من هادشي كامل، انها قصة حقيقية وطرات في ولاية من الولايات الامريكية. فباش تستمتع بهذه القصة اكثر وجد لك شي حاجة اللي تشربها ولا شي حاجة اللي تاكلها ورجع تفرج في الفيديو، ومرحبا بك في القصة ديالنا. القصة غادي تبدا في سنة 1968، واللي غادي تكون البطلة ديالها واحد الطالبة اللي سميتها باربارا مايكل، واللي غادي تكون كتابع الدراسات الجامعية ديالها في جامعة ايموري في ولاية جورجيا الامريكية. الاب ديال هاد البنت هادي كان سميتو روبرت مايكل. هاد السيد هذا كان خدام بالعقارات وكان عنده شركات بزاف في ولاية جورجيا، وكان معروف وكان كيدخل الزباب ديال الفلوس في النهار، بحيث انه الثروة ديالو كانت كتقدر ب 65 مليون دولار حاليا، عندها قيمة اللي كبيرة بزاف. فما بالك بشحال هادي، فراه نقدروا نقولوا على هاد السيد انه كان مليونير. وصحابتها في الجامعة كانوا كيحسدوها لأنها بنت واحد الشخص اللي مليونير، وأي حاجة كتحل عليها فمها كيحضرها لها، يعني من الأخر كانت بنت الفشوش. وفي هاد الوقيته هادي كان انتشر ديك الساعة واحد الوباء عالمي واللي كان قاتل حتى هو وكيشبه الكورونا في هاد الوقيته هادي، واللي كان الاسم ديالو انفلونزا هونغ كونغ. تسمى بهاد السمية هادي لأنه أول مرة غادي يبان في هونغ كونغ بحال كاع الأوبئة اللي ولاو كيبانو في هاد الوقيته هادي. ففي ديك الوقيته كان الوباء منتشر بزاف، وكانت الخطورة ديالو كبيرة بزاف، فراه تقريبا قتل حوالي 2 مليون ديال الناس. ومن بعد هاد الوباء غادي يوصل للجامعة اللي كتقرا فيها باربارا، وغادي تقاس حتى هي بهاد الوباء هذا. وهادشي بالضبط كان بتاريخ 13 سبتمبر 1968. فالام ديال باربارا واللي سميتها جين منين غادي تسمع بهادشي ومنين غادي تدوز المكالمه بينها وبين امها، غادي تسيق الخبر ان بنتها تقاست بهذا الفيروس هذا، والام ديالها ما غاديش يعطيها خاطرها انها تسمح فيها، وغادي تهز الرحيل ديالها وغادي تطلع لبنتها وغادي تاخذها من الجامعه ويمشيو يسكنوا بجوج في واحد الموطيل اللي غادي تعتني به فيها، وغادي تبدا تعطيها الادويه حتى تبرى. ولا غادي تقول لي علاش ما غاديش تجي وتجيبها وتديها للدار وتعيش معاهم تماك معززه مكرمه. الام ديالها قررت انها دير هاد الخطوه هادي لانها الا مشات جابت باربارا للدار الفيروس غادي ينتشر تما بزاف، وغادي يوليو معادين الناس كتار، غادي تقاس الام ديالها، غادي تقاس الاب ديالها وكاع العائله ديالها اللي كاينين في الفيلا. غادي يبداو يدوزوا الايامات نهار على نهار، وهما غادي يبقاو مستقرين تما حتى لواحد النهار واللي كان 16 ديسمبر، فين غادي تقرر واحد الصديقه ديال باربارا انها تزورها للموطيل فين جالسه هي وامها. داكشي اللي كان بالضبط، غادي تدخل وغادي تستقبلها جين اللي هي الام ديال باربارا، وغادي تجلس معها شويه وغادي تقول لي على الدروس اللي فاتوها وداكشي اللي طرا تما في الجامعه، لانه في ديك الوقيته ما غاديش يسدوا الجامعه بكل بساطه في حاله الوقيته هذه، وخلاو القرايه مستمره. من بعد ما غادي تمشي الصديقه ديالها باربارا غادي تسوء الحاله ديالها وغادي ترتفع عليها درجه الحراره وغادي تسخف، والام ديالها ما غادي تعرف ما دير، وغادي تعيط لواحد الطبيب وغادي يجي فحصها، وغادي تبات الام ديالها معاها سهرانه، وغادي تبدا تعطيها في الدوايات وتقابل لها الصحه ديالها حتى غادي تبدا تحس بها شي شويه، وبدات الحاله ديالها كتحسن شيئا فشيئا. فجاه مع 4 ديال الفجر غادي يبداو يسمعوا واحد الصوت ديال الدقان مجهد في الباب ديالهم. غادي يفيقوا مخلوعين وما فاهمين والو، وخصوصا جين اللي بدات كتستغرب وشكون اللي غادي يجي عندها في هذا الوقت هذا. الام مع الخلعه غادي تمشي وغادي توقف حدا الباب اولا بالاحرى من موراه، وغادي تحط ودنيها وهي كتصنت وما غتسمع والو.
موراها غادي تقول بواحد الصوت اللي مجهد: شكون اللي كاين ورا الباب؟ شكون اللي كيدق علينا في هذا الوقت هذا؟ في الاول ما غادي تسمع حتى شي جواب، حتى موراها عاوتاني غادي تطرح نفس السؤال. من موراها في النوبه الثانيه عاد غادي يجاوبوا هذوك الناس وغادي يقولوا لها: رحنا البوليس وجينا لعندكم باش نطرحوا عليكم شي اسئله بخصوص الصديقه ديال باربارا، لانها دات واحد الحادثه البارح ولقينا بلا اخر بلاصه زارتها هي عندكم ودارت الحادثه يعني في الطريق الرجعه ديالها. هنايا جان غادي تستحشي شويه وغادي يخف يعني داك الخوف اللي كنت كتحس به، وبما انها ما دايره والو فغادي تحل الباب وبكل ثقه في النفس. ولكن تما فين كانت الصدمه، بحيث انها من حلات الباب دوك الناس اللي كانوا تما لا علاقه لهم بالبوليس او لا نقدروا نقولوا عليهم انهم من كبار السفاحين اللي كاينين في ديك المنطقه. فغادي يدفعوا عليها الباب رغم ان الجان كانت كتحاول انها تسدو بكاع القوه ديالها، ولكن غادي يغلبوا عليها وغادي يدفعوا عليها الباب في وجهها وغادي يدخلوا. وكانوا تقريبا بهم شي 4 ديال الناس. الاول فيهم كان طويل وواحد فيهم عامر، ويعني تبارك الله كلهم قلده وبالسيوفه ديالهم اللي بالفردي ديالو. هنايا يعني الجان غادي تخلع منهم وغادي تقول لهم: شنو بغيتو منا؟ علاش جايين عندنا في هذا الوقت؟ خرجوا علينا راه غنعيط بالبوليس. هذوك الناس ما غاديش يتسوقوا لهاد الهضره ديالها، وفي البلاصه غادي يجي واحد منهم وغادي يهز واحد الكلينكس اللي كان فيه واحد المخدر وغادي يضغط ليها على الجهه اللي فيها الانف والفم هنا بحال هكا، وغادي يخنقها وغادي يقدروا انهم يتخلصوا منها بسهوله، وغادي يمشيو ويكملوا الطريق ديالهم الهدف ديالهم واللي كانت هي باربارا، وغادي يختطفوها في ديك الوقيته. غادي يختطفوها وغادي يديوها معاهم. تتقول يعني باربارا انها في ديك الوقيته كانت مازال عيانه شي شويه، وهما غادي يهزوها معاهم وغادي يعصبوا لها العينين ديالها وغادي يديوها معاها في الطوموبيل، وهي ما كتشوف والو ما كتحس بوالو سوى انها راكبه في الطوموبيل وصافي. وغادي يبقاو غاديين بها حتى غادي يوصلوا بها لواحد الغابه اللي كبيره بزاف، تماك فين غادي يحلوا ليها العصابه ديالها، وغادي يبقاو غاديين بها حتى لواحد البلاصه اللي فيها واحد الحفره كبيره اللي كانت على شكل قبر، وكان فيها واحد التابوت في الداخل ديالها. وغادي يطلبوا من هذوك العصابه انها تنزل داك التابوت، ولكن هنا باربارا غادي تبدا ترجاهم وكتوسلهم انهم يخليوها تمشي بحالها وانها ما دارت لهم والو، وشنو السبب اللي خلاهم يديروا لها هذا الشيء. هنايا غادي يغوتوا عليها وغادي يبداو يضغطوا عليها بحكم الاسلحه اللي عندهم. فالبنت غادي تخاف منهم وغادي تخاف انه قد طول معهم في الهضره تيمشي يقتلها شي واحد فيهم. داكشي اللي كان غادي تنفذ داكشي اللي قالوا، وغادي تنزل داك التابوت ويسدوا عليها وغادي يبداو يرميو التراب وكانهم دفنوها. فالجانب المشرق من هذه القصه هذه ان هذوك الناس اللي اختطفوها ما كانش الهدف ديالهم انهم يقتلوها او لا شي حاجه من هذا القبيل. فالتابوت اللي حطوا ليها تحت الارض كانوا دايرين فيه واحد الانبوب ديال التهويه اللي طالع حتى للفوق باش ان الهواء يبقى يدخل ليها لتما. كانوا حاطين ليها واحد الماكله اللي كثيره بزاف ومتنوعه واللي غادي تكفيها تقريبا اسبوع، ويعني كانوا دايرين ليها الاضاءه وكانوا دايرين ليها كاع اللوازم يعني او الظروف اللازمه للعيش. من مورا ما غادي نصرفوا دوك العصابه لسوء الحظ ديك البوله غادي تهرس عليها او غادي تطرطق في ديك الليله، وغادي تبقى باربارا مدوزه دوك الايام تما فقط في الظلام الدامس. في الجهه الاخرى دوك العصابه كان المطلب ديالهم انهم غادي يصونيو على الاب ديال باربارا وغادي يطلبوا منه واحد المبلغ اللي كبير بزاف باش يرجعوا ليه الابنه ديالو. وهذا الشيء بحكم انهم عارفين الاب ديال باربارا واحد الشخص اللي لاباس عليه بزاف ومعروف في البلده اللي عايشين فيها. وداك الشيء اللي كان روبرت واحد الشخص يعني اللي لاباس عليه بزاف والفلوس عنده يعني ما غاديش يضرب لهم الحساب ولا غادي ينفذ لهم المطالب ديالهم. غادي يوجد المبلغ اللي طلبوا منه كامل وغادي ينفذ بعض المطالب اللي كانوا طلبوا منه كذلك، بحيث انه ينشر يعني واحد الاخبار على الاختطاف ديال الابنه ديالو انها راه صافي رجعت بحالتها وما بقات حتى شي حاجه. يعني طلبوا منه انه ينشر واحد الاخبار اللي كتاكد ان البنت راه رجعت بحالتها باش ما يبقاوش يقلبوا البوليس.
وداكشي اللي كان الراجل غادي ينفذ هاد الطلبات كاملين في نهار واحد وغادي يتصل بهم. وفي ديك الوقيته فاش غادي يهضر معاهم روبرت غادي يديروا البلاصه، وقبل ما يتلاقى معاهم غادي يقول لهم بلاتي باش غنعرفكم انا نتوما اللي اختطفتوا لي البنت ديالي، شنو السبب اللي خلينا نثق بكم. وفي ديك الوقيته غادي يصيفطوا ليه واحد التصويره ديال البنت ديالو واللي كانوا صوروها قبل فاش يلاه وصلوها لديك البلاصه. كانوا حطوها يعني نعسوها على داك التابوت، وغادي يعطيوها واحد الورقه اللي مكتوبه فيها مخطوفه بلونغلي، وغادي يصوروها في ديك التصويره وغادي يصيفطوها لداك السيد باش يتاكد انه راه الناس اللي كيتعامل معاهم راه هما فعلا اللي اختطفوا ليه البنت ديالو. وفي نهار 19 ديسمبر غادي يصوني الوالد ديال باربارا اللي هو روبرت على دوك العصابه، وغادي يخبرهم انه راه وجد الفلوس كاملين وانه غادي يتلاقاهم في عين المكان. وداكشي اللي كان مشى لتما وجاب الفلوس ديالو وحطهم ليهم في البلاصه اللي قالوا لي عليها. ولكن لسوء الحظ ان البوليس كانت عندهم يعني واحد المهمه تما، وكانت واحد الدوريه تتقلب في ديك البلاصه، وهما ما كانش عندهم العلم بان بربره مخطوفه نظرا للاخبار اللي خرجوا. فيعني كانت من محض الصدفه ان البوليس غادي يكونوا في ديك البلاصه، وفي ديك الوقيته غاديك العصابه غادي يهربوا بالخوف، وغادي يقولوا بان الاب ديال باربارا هو اللي بلغ عليهم بالبوليس، وفي الطريق ديالهم غادي يطيحوا الفلوس في الواد اللي غادي يكونوا قاطعين منه. ومن بعد غادي يعاود يتواصل معهم روبرت، وغادي يبقى يصوني عليهم ليل ونهار باش يجاوبوه ويأكد ليهم انه راه ماشي هو اللي بلغ البوليس عليهم، وان داكشي كامل اللي طرا داك النهار كان من محض الصدفه وصافي. داكشي اللي كان غادي يعاود يحددوا موقع اخر، وغادي يحددوا تاريخ اخر فين غادي يحط لهم الفلوس. وهاد المره هادي غادي تنجح العمليه اللي داروا بيناتهم، وغادي يوصلوهم الفلوس ديالهم وغادي يمشيو بهم. وفي ديك الوقيته غادي يصيفطوا ليه البلاصه فين مدفونه البنت ديالو. ومن مورا واحد المده اللي طويله ديال البحث، واحد من الرجال غادي يبان ليه الانبوب ديال التهويه اللي كيدخل له هو البربره، وغادي يعيط للناس كاملين اللي كانوا تما والرجال اللي باقيين باش يجيو يعاونوه باش يحفروا في ديك البلاصه ويطلعوا التابوت على الله تكون البنت باقا عايشه. والحمد لله غادي يلقاو بربره باقا عايشه، ولكن الحاله النفسيه ديالها غادي تدهور، وكانت في واحد الحاله اللي صعيبه بزاف، ولقاوها يعني نقصت الوزن على اللي كانت قبل، تقريبا طاح ليها شي 5 كيلو، بحيث انها ما كانت لا كتاكل لا كتشرب، يعني بقات عايشه بفضل الله وصافي.